عمر بن الخطاب لما فتحوا الشام، لما فتحوا القدس، فتح خالد بن الوليد أظن ولا أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة لما فتح، لما انعزل، لما انعزلوه خالد. بعدين قالوا ناس المقدس قالوا بسلموا للخليفة. بعدين جاء الخليفة فقالوا أنه البلد فيها طاعون، والخليفة توقف أن لا يدخل. واحد من الأصحاب قال له تفر من قدر الله؟ قال له نعم، تفر من قدره إلى قدره. أرأيت لو أن راعيا نزل واديا فيه جانب ممرع وجانب قاحل، يرعى القاحل أم يرعى الممرع؟ قال يرعى الممرع. قال له رعاه بإرادة الله، رعى الممرع بإرادة الله. بعدين قال سأل أيكم يحفظ حديث رسول الله عن المرض؟ فقال واحد من الناس قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أنتم داخلون على بلد فعلمتم أن فيه مرض لا تدخلوه، وإذا كنتم فيه لا تخرجوا عنه. فاستبشر عمر بن الخطاب بالصورة. شايفين كيف؟ هذا عمل الواجب المباشر بالإسلام. أنت في داخل الإرادة، في داخل القدر. قال أفر من قدره إلى قدره، يعني تفر من جانب الشر من قدره إلى جانب الخير من قدره، إرادتها. ده الواجب المباشر بإتقان. صاروا ده أصابوا الطاعون، أدخل الموضوع أنه ما دخل في محل الوباء، ما رمى بنفسه للهلكة. إذا كان أصابوا الطاعون عليه أن يرضى، وده عمل إيجابي جيد. واحد تاني هو زي الصاحب ده اللي أقل علم من عمر يقوم يدخل يقول لي إرادة الله، إن بقى الله كاتب لي المرض أنا بمرض، لكن جهل جانب الفكر، جانب العلم اللي هو بشرف الإنسان، وبقى إنسان سلبي يدخل يفتكر أنه دي إرادة الله. دي إرادة الله فيها الشر، وإنت مكلف بأن تفر من الشر إلى الخير، وإنت داخل الإرادة دي، والشرح عند تكليف. ده سميناه الواجب المباشر بإتقان. هذه الحقيقة افتكر بيهمنا نحن أن نكون أنه الرضا مش سلب، الرضا مش غفلة من العلم، علم فرع ما هو أفضل. ومن هنا جاء توحيد الموحدين أنه النار بتنتهي، الشر فرع سبب جهلنا حين نعلم انتهي الشر. بعدين لما ترتقي في المعرفة السبب يبدأ الله وحده مش الأسباب. زي مثلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن الرزق المعروف بالحش والزراعة مش كده، بالتجارة. قالوا العاقبة للتقوى نحن نرزقك، العاقبة للتقوى، نرزقك من حيث لا تحتسب. وكأنه مسألة الدواء وعدم الدواء هي قايمة على ده. لما نبقى سببك الله يبقى هو اللي بيجيب لك الصحة ما بتدعى. لما نبقى سببك الحش والزراعة والتجارة العالم. بس الاختلاف في درجات المعرفة أصلا عندهم كله متوكل اللي بيسقط الإثبات. لكن إذا عملت سبب يؤدي إلى سبب، التوكل ما في، بينخزل التوكل لأنك بترى الخير جاي من السبب. عمل الواجب المباشر به فيما يخص الدعوة لله، وفيما يخص تكسير الأصنام اللي بتعبد لغير الله ليوريهم بطلان عبادة. بعدين قبض وقيد وأقاموا النار الكبيرة. واضح أن النار تحرق يحرمون. واجهوا جانب الشر من الإرادة. قال بيه الحصل شنو بعد ده؟ نعم الواجب المباشر بإدخال، وكان عنده بطبيعة الحال رجاء أنه ينجو، وأكثر كان عنده رجاء أنه ينجو.
بعدين بعد الواجب المباشر مع عمل الفات قبضه. دي الحاجة اللي حصلت أنه لما انعجم عمل الواجب المباشر بإتقان ما كان في باله أنه بيحرقوه، كان في باله أنه قد يعاقبوه قد يخلوه. ترجع المرجع الأرجيحة بين الاثنين ديل، فكان عنده أمل النجاة دايما ده بكون. بعدين لما قبضوه وكتفوه وعملوا النار له استسلم لله، الرضا بالله. فالرضا بالله اداه الرضا. فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد. تسليمه ده مش تسليم اليائس. دي العبارة اللي جابها الشيخ أحمد. مش تسليم اليائس، تسليم اليائس ما بنجي، لكن تسليم العارف هو الدليل. فده جات معرفته بأنه جاء جبريل على قوته ونفاذ أمره. قال لي هل لك حاجة؟ فكان يقول لي أمرقني من النار. وهنا كان اتخذ بينه وبين الله وسيلة، وهو قال له لا، انت لا، انت مخلوق زيي. قال له طيب ليه الله؟ هو رسول ممكن يمشي يبلغ الله. ابراهيم عارف ان الله ما محتاج لتبليغ جبريل بالحال. فبقى رضاه بإرادة الله رضا العارف، مش رضا اليائس. هل لك حاجة؟ قال لي أما إليك فلا. قال لي فإلى الله، قال علمه بحالي يغنيني عن سؤال. هنا أول ما سلم جاءت العبارة فإن سلمت لما أريد كفيتك منه. ورضا بالله، الله رضاه، فجرب نفسه هو في الخطاب يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فاللي حصل هو صورة من المنازعة بين الرضا والرفض. عمل الواجب المباشر بإتقان محاولا ينجو ما نجا رضا. دي الصورة كلها في السلوك يا ولد. جايز ما تكون المسائل أزمة بقدر أزمة إبراهيم، لكن في المستويات الصغيرة يعني تعمل الواجب بإتقان. إذا جات النتيجة حسب ما ترضى الحمد لله، زي ما هناك إذا كان نجا منهم فر منهم أي حاجة. إذا جات النتيجة بغير ما ترضى نفسك يجب أن تثق في الله أنه تدبير لك خير وأولى بك من تدبيرك. فجات علمه بحالي يغني عن سؤالي دي هي تدبير لي أولى من تدبيري أنا ليك بأنا خليك أنت تجتهد في سبيلي. ده الحق.